يا مساء الفل عليكم ويا رب الجميع يكون بخير إن شاء الله. تعالوا مع بعض كده نكمل اللي بدأناه من الفيديو اللي فات وبيتكلم على المبني للمجهول والمبني للمعلوم. نفكر بعض كده، احنا اتكلمنا عن المضارع البسيط ومضارع مستمر والماضي البسيط والماضي المستمر والمضارع التام. تمام، تعالوا بقى نكمل مع بعض دلوقتي كده. وعندنا الماضي المستمر. الماضي المستمر المعلوم بيتكون من was أو were زائد verbing. زي ما اتفقنا أي مستمر في المعلوم verbing، وأي مستمر في المجهول being. تمام، يبقى أنا كده لو هبدأ بالفاعل يبقى الفاعل ده لو مفرد يبقى was، لو جمع يبقى were زائد verbing. إنما لو مجهول هبدأ بالمفعول. لو المفعول مفرد يبقى was، لو جمع هيبقى were زائد being زائد البي بي. تمام، ده بالنسبة للماضي المستمر المعلوم والمجهول. بالنسبة للماضي التام بيتكون من المعلوم had زائد البي بي لو بادئ بالفاعل، أو مجهول هنبدأ بالمفعول وساعتها يبقى had been زائد البي بي. had been زائد البي بي. تمام، يبقى أنا كده عندي الماضي المستمر والماضي التام. طيب تعالوا نكمل برضو مع بعض كده. اللي موجود عندنا في المعلوم والمجهول هي أزمنة المستقبل. عندنا مثلا المستقبل بسيط زي ما احنا كنا مقسمينها قبل كده. المستقبل بسيط في عندنا مستقبل بدون دليل وفي مستقبل بسيط بدليل. المستقبل بسيط بدون دليل اللي هو will زائد المصدر. تمام، لو مجهول طبعا ده معلوم عشان بادئ بالفاعل، انما لو مجهول هيبقى بادئ بالمفعول ويبقى will be زائد البي بي. تمام. طيب عندنا بقى لو مستقبل بسيط ولكن بدليل، اللي احنا اصلا في العادي بنستخدم am او is او are going to زائد المصدر ده في المعلوم. انما المجهول بيبقى اللي يبدأ بالمفعول طبعا، ويبقى am او is او are going to be زائد البي بي. يعني الفرق بين هنا وهنا كلمة be، ولكن هنا بنبدأ بالفاعل وهنا بنبدأ بالمفعول. خلاص. بعد كده عندنا المستقبل التام. المعلوم بيتكون من will have زائد البي بي، انما المجهول بيتكون من will have been زائد البي بي. تمام. اخر حاجه بقى عندنا الافعال الناقصه زي مثلا would او may might can could must ought to should. الحاجات دي كلها اسمها افعال ناقصه. في برضو بعض الحاجات التانية دي كلها اصلا افعال ناقصه. has أو have to had to will have to am أو is أو are to was أو were to used to need to. عندنا appear to am أو is أو are about to am أو is أو are supposed to didn't أو want to أو let زائد المفعول زائد المصدر أو expect to أو hope to. طيب دي نعملها ازاي في المجهول؟ أول حاجة يا شباب نعرفها بس إن الفعل الناقص ده علشان نخليه معلوم بنحط بعديه مصدر على طول. الأفعال دي كلها بيجي بعدها مصدر في المبني المعلوم. ولو عايز أحولها للمجهول أحط بس كلمة بي زائد البي بي. تمام؟ مادام بادئة بالمجهول المفعول يعني هتبقى بي زائد البي بي. وليكن مثلا كلمة كان، هنا حطينا كان زائد المصدر ده فعل ناقص أهو، عايز أخليه مجهول هتبقى كان بي زائد البي بي. تمام؟ يبقى كده ده كل اللي بيتكلم على المجهول، والملخص بتاعه بيتكون من ان احنا بنبدأ بالمفعول، بعد كده عندنا verb to be، بعد كده التصريف الثالث للفعل. واهم حاجة يبقى احنا عارفين المعلوم بيبدأ بالفاعل انما المجهول بيبدأ بالمفعول.